بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم بإذن الله في حلقتنا. أولا هنبارك للمنتخب الأولمبي على الفوز النهاردة على منتخب غينيا الأولمبي والصعود للمباراة النهائية، ونتمنى بإذن الله المنتخب بتاعنا يحقق الكاس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية وتأهله للأولمبياد في باريس ان شاء الله. النهارده اللعيبه بتاعتنا بتاعت المنتخب الاولمبي بسم الله ما شاء الله عليهم لعبوا ماتش كويس جدا جدا جدا. اللعيبه حاسين بالمسؤوليه، اللعيبه بتباصي صح، واقفين على رجليهم كويسين قوي. قدروا ينفذوا الخطه بتاعت المدرب بتاعهم بنسبه كبيره جدا جدا، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعدي منتخب غينيا. منتخب غينيا منتخب قوي في الكبار وفي الصغيرين كمان، يعني المنتخب الاولمبي بتاعهم بسم الله ما شاء الله عليه كويس جدا جدا، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعدي العقبه بتاعه منتخب غينيا ونصعد للنهائي باذن الله. دي حاجه. الحاجه التانية حابب برضو ابارك لجماهير نادي الزمالك على الفوز والاداء النهارده. الفوز كبير جدا، الزمالك كسب النهارده 6-1، فاز على المقاولين في الكاس. وان شاء الله الدور الجاي اللي هو قبل النهائي هيقابل بيراميدز. حابب مبدئيا ابارك لاخواتي الزملكاويه كلهم وعلى حسن الاداء، والنتيجه كويسه جدا جدا جدا، واللعيبه ادت النهارده ماتش كويس جدا. الزمالك من فتره كبيره قوي ما اداش مباراه زي بتاعه النهارده. طبعا ببارك لاخواتي الزملكاويه كلهم، الف مليون مبروك، وان شاء الله نتمنى الاستقرار لنادي الزمالك، لان الاهلي والزمالك هم فعلا قطبي الكره المصريه. المنافسه عامه في مصر هي اهلي وزمالك، مش زمالك وبيراميدز او اهلي وبيراميدز. والاهلاويه كلهم عارفين الكلام ده، والزملكاويه كلهم عارفين الكلام ده. فنتمنى الاستقرار لنادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله نتمنى لهم التوفيق، والف مبروك لاخواتنا الزملكاويه على الفوز النهارده ان شاء الله. طيب، النهارده حصلت حاجه ما كانتش متوقعه قوي وهتزعل جماهير النادي الاهلي. وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي الى كهربا والاتحاد الكوره عندنا هنا في مصر، والمحامي بتاع كهربا بإلزام كهربا خلال 6 أيام إنه يدفع الغرامة لنادي الزمالك. هل كهربا معاه الفلوس؟ طبعا ان شاء الله كهربا فلوسه جاهزه باذن الله، وقرار المفروض في خلال 6 ايام دول يدفع الغرامه بتاعته. لو ما دفعش خلال 6 ايام قرار الوقف بتاعه هيكون 4 أغسطس في اجتماع في اللجنة التأديبية بتاعة الاتحاد الدولي يوم 4 أغسطس هيطلعوا قرار بإيقاف كهربا. فلازم كهربا يدفع خلال ال6 أيام الغرامة بتاعة نادي الزمالك. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه ويدفعهم ويبقى معانا في الفريق بتاعنا، لأن كهربا من اللعيبة اللي لا تأثير إيجابي في الفريق. تاني حاجة حابب أتكلم عليها الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، وهو سفر أمير توفيق إلى تركيا أو أوروبا عامة، بس هو بالأخص في تركيا عشان يخلص الموضوع بتاع المهاجم. طيب، حصل جس نبض لمحمود حسن تريزيجيه. انتوا عارفين ان محمود حسن تريزيجيه بيلعب في الدوري التركي. حصل، والنادي التركي امير توفيق عرض عليه اللي احنا ناخد تريزيجيه. النادي التركي بتاعه قال لامير بنفس الكلام ده كده، لو الاهلي عايز يشتري تريزيجيه هيكون سعره 6 مليون دولار. طب لو اعاره سنه هيبقى ب2 مليون دولار. طبعا السعر عالي جدا، وهم مبالغين قوي في السعر بتاع تريزيجيه. هو بسم الله ما شاء الله يستاهل اكتر من كده كمان، بس بالنسبه للنادي الاهلي صعب اللي هو يدفع المبالغ دي كلها في لاعب معانا. طبعا تريزيجيه لعيب سريع ولاعيب مهاري ويفيد اي فرقه يلعب فيها،
واضافه لاي فريق واي دوري يكون متواجد فيه. فكده محمود حسن تريزيجيه لا مش هيبقى موجود معانا في النادي الاهلي لان سعره عالي قوي. طيب بيرستاو، والكلام بدأ على بيرستاو. بيرستاو مطلوب في نادي الوحدة الإماراتي. هل يروح بيرستاو؟ بيرستاو مرتاح في النادي الأهلي، مرتبه كويس جدا في النادي الأهلي، مرتاح مع كولر. كولر عرف يرجع بيرستاو لمستواه، فاهم بيرستاو. بيرستاو متفاهم مع الراجل أوي، متفاهم مع اللعيبه أوي، منسجم في النادي الاهلي، منسجم مع الجماهير، والجماهير بتحبه وهو حابب النادي الاهلي وهو حابب يقعد في النادي الاهلي. الحاله الوحيده اللي ممكن بيرستاو يمشي من النادي الاهلي فيها هي انه يجي له عرض كويس قوي في اوروبا. الايام الجايه هيبان اذا كان بيرستاو ممكن يجي له عرض في اوروبا ولا لا. اما عرض في الخليج عامه اظن ان بيرستاو هيفضل ان هو يقعد في النادي الاهلي. طيب احنا اتكلمنا النهارده على بيرستاو، واتكلمنا باركنا لنادي الزمالك، وباركنا لمنتخب مصر الاولمبي، ونتمنى ان هو يفرحنا ان شاء الله في الكاس باذن الله. طيب بكره عندنا النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا 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 مع نادي الاسماعيلي في اسكندريه، هيكون على استاد برج العرب. المباراة ان شاء الله باذن الله هتكون الساعة 8:30 مساء، وباذن الله ان شاء الله التشكيل المتوقع ان شاء الله باذن الله مستر كولر هيبدأ بمحمد الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول في الشمال، ومحمد هاني في اليمين. خط النص هيكون مروان عطية وإليو ديانج، قدامهم مش هينزل بقى المرة دي كندوسي، مع ان كندوسي لعيب كويس جدا، لا هيبدأ بقفشه. وينج رايت هيكون بيرستاو، وينج ليفت هيكون حسين الشحات، ويلعب براس حربة كهربا. هو الراجل عايز الماتش اللي جاي واللي بعديه عايز يكسب ويضمن المباراتين دول بالست نقط بتاعتهم، بحيث يدخل نادي الزمالك يكون اللعيبه كلها وهو وجماهير النادي الاهلي مرتاحه نفسيا وعندهم شويه اطمئنان اللي احنا هنقص لنا نقطه على الدوري بتاعنا اللي احنا نحسمه ونكسب نادي الزمالك. اتمنى من اللعيبه باذن الله يحققوا لنا الفوز باذن الله بكره في ماتش الاسماعيلي، ويحققوا لنا الفوز في ماتش الاتحاد هيكون يوم السبت برضه ان شاء الله باذن الله في برج العرب، وربنا يكرمنا بالست نقط دول مع ماتش الزمالك، ربنا يكتب لنا فيه الخير ان شاء الله، ويكتب لنا فيه التوفيق، ويكتب لنا فيه المكسب، ونحقق الدوري في مباراة نادي الزمالك. يبقى الفرحة فرحتين ان شاء الله، مكسب نادي الزمالك ومكسب الدوري. في النهاية بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، واتمنى الناس اللي ما شاركتش في القناة تحت تشترك، واطلب منكم ان شاء الله باذن الله خير ودعواتكم لينا ودعواتنا للمصريين جميعا، وشكرا على حسن استماعكم ليا. وفي النهاية بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.